أهلا بكم أعزائي المتابعين وحلقة جديدة من حلقات شهادة للتاريخ. وحلقتنا النهاردة هي الحلقة الثانية من حلقات حكايات القاهرة اللي بنتكلم فيها عن تأسيس القاهرة ودخول الفاطميين إلى مصر. الحلقة اللي فاتت ذكرنا أن التنجيم كان عامل كبير جدا دفع المعز لدين الله الفاطمي على فتح مصر، لأنه كان بيؤمن بالتنجيم وشاف نبوءة إنه هيفتح مصر، ودي كانت أعز أمنية عنده. النهاردة هنتكلم عن عامل تاني مهم جدا دفعه لفتح مصر. العامل ده الحقيقة هو شخص، والشخص ده اسمه يعقوب ابن كلس. ويعقوب ابن كلس يهودي عراقي، اتولد في العراق عام 930 ميلادية، وهاجر لفلسطين واشتغل هناك بالتجارة. وبيوصفوا المؤرخين ان هو كان يهودي ماكر وعنيد، واستولى على اموال التجار في فلسطين وهرب واختفى. لكنه بعد كده بيظهر في مصر عام 966 وهو سنه 36 سنة، وبيظهر كتاجر ثري ليه أعمال تجارية كبيرة جدا. ومش كده وبس، لا ده كمان بيشارك الحاكم في الوقت ده كافور حاكم مصر، بيشاركوا في هذه الأعمال، وبيبقى مقرب جدا من الحاكم كافور، حتى إن كافور قال عنه إنه لو كان مسلم لكان صالح إنه يكون وزير كفء وجيد. فيعقوب ابن كلس وجد ان مفيش حاجة بتحول بينه وبين انه يبقى وزير او يتولى الوزارة الا انه يكون مسلم. فبالفعل اتعلم شرائع الاسلام واعلن اسلامه. لكن الوزير في الوقت ده ابن الفرات، اللي هو كان الوزير في دولة كافور، حس بالقلق والانزعاج من نفوذ يعقوب بن كلس وقربه من الحاكم كافور، وكان بيتربص بيه عشان يتخلص منه. حصل بعد عام ان الحاكم حاكم مصر في الوقت ده كافور توفى. فبمجرد وفاته امر الوزير ابن الفرات بسجن يعقوب بن كلس عشان يتخلص منه وينتقم منه ويعني يقضي عليه. لكن يعقوب بن كلس بمكره ودهائه وثروته الكبيرة استطاع ان هو يشتري حريته ويهرب من السجن ويهرب الى المغرب عند الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. وبيذكر المؤرخين ان هو لما وصل مدينة المهدية في المغرب، وعلى الرغم من اعلان اسلامه إلا أنه أول ما بيوصل بيجتمع باليهود اللي هناك، ومن هناك بدأ يشجع الخليفة المعز الفاطمي على فتح مصر وعلى غزو مصر، وأمدوا بكل المعلومات عن أحوال مصر وأحوال الإدارة في مصر. والحقيقة مصر كانت في الوقت ده بتشهد اضطرابات داخلية كبيرة جدا ومجاعات بسبب انخفاض منسوب النيل وبسبب انتشار الطاعون. فكل ده خلى المعز لدين الله الفاطمي بتشجيع من يعقوب بن كلس ان هو يرسل جيشه بقيادة جوهر الصقلي لفتح مصر. وعلى الرغم من ان جوهر الصقلي استطاع انه يفتح مصر، الا ان يعقوب بن كلس ما سافرش مصر، ما رجعش مصر الا بعد 3 سنين ونص من دخول المعز لدين الله الفاطمي إلى مصر، بعد ما سادت الأوضاع واستقرت الأحوال وساد الأمن وأصبح آمن على نفسه من أي مخاطر. وبمجرد ما وصل مصر يعقوب بن كلس تولى الوزارة كمكافأة ليه على ما يعني قدمه من معلومات وتشجيع للخليفة المعز. ومجرد توليه الوزارة عمل إجراءات كبيرة جدا وصعبة جدا على الناس في مصر. أهمها مثلا إنه عمل عملة جديدة، يعني ضرب دينار جديد
غير الدينار اللي كان بيستخدمه الناس في الوقت ده وكان اسمه الدينار الراضي. السبب او العامل اللي خلى الدينار الراضي يخسر حوالي تلت قيمته، وبالتالي خسر الناس تلت قيمة الفلوس اللي معاها. وده كان من أهم القرارات اللي عملها يعقوب بن كلس لما تولى الوزارة، وبالإضافة لإجراءات تانية كتيرة من فرض رسوم وضرائب وإجراءات صارمة على التجارة. وهنا بتنتهي حلقتنا النهاردة، وهنكمل الحكاية إن شاء الله في الحلقات اللي جاية، وتابعونا عشان توصلكم كل الحلقات، ونشوفكم دايما على خير بإذن الله.